الحسن، الحسين، المحسن، هلال، عبد الله، عبيد الله، عثمان، ابو بكر، عمر. شوفوا وصلنا الى 11 ولد موجودين، وفيهم الحسن وفيهم المحسن وفيهم الحسين وفيهم هلال وفيهم. لم تجد رايه واحده من رايات الشيعه الا عليها يا حسين بس. سالتش نفسك؟ لا. اهو لا، دي يجب علينا احنا نتفكر عشان تعرف التعصب مش لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحسين اخو سيدنا الحسن، بل الحسن اكبر من سيدنا الحسين، ومحسن اخوهم الصغير اللي توفى وهو صغير، وهلال ولا العباس برضه من ابناء سيدنا علي بن ابي طالب. الجميع هؤلاء يقصوا بعيدا لسبب واحد بسيط، ان الحسين بن علي رضي الله عنه لما فتح عمر بن الخطاب بلاد فارس اثر بنات كسرى يزدجر، اللي هو ايه؟ اللي هو كان ملك ساعتها، كسرى ملك الروم. اسرى البنات الثلاثه. بعد ما جاب البنات الثلاثه الى المدينه زوج واحده لمحمد بن ابي بكر الصديق، والثانيه لعبد الله بن عمر، والثالثه لسيدنا الحسين. ابناء ملوك بقى، فلازم احطهم في مقامهم. سيدنا الحسين تزوج شاهنزاه اللي هي بنت كسرى، اللي منها الاولاد دول ال 12 دول. منهم محمد زين العابدين بن الحسين، محمد بن زين العابدين بن الحسين، محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين، جعفر الصادق، موسى الكاظم، لغايه 12 امام، لغايه الحسن العسكري اللي بيقولوا مستخد، وهو طبعا اساسا ما كانش موجود. 12 دول ابناء بنت كسرى. طيب. لذلك اول ما تتكلم عن الائمه لا تجد ائمه عند الشيعه الا ال 12 دول. ليه؟ تعصب لبنت كسرى، اي تعصب لآل فارس وليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان التعصب لآل محمد لوجدنا ابناء الحسن يدخلوا من ضمن 12، ابناء هلال يدخلوا من ضمن 12، ابناء المحسن، ابناء عثمان، ابناء يا رجل ده حتى عثمان وابو بكر وعمر اولاد سيدنا علي يا دكتور سعيد. لم تجد شيعيا واحدا يسمي بهذه الاسماء. الطائفيه دم يجري في اعناقنا.